شوقنا اكتر شوقنا. ولا سبوتيفاي ولا يوتيوب ولا ألبوم، احنا على قديم، الكاسيت وشرايط الكاسيت. مكتبة الشرايط اللي كانت عندنا كلنا عمرو دياب، إيهاب توفيق، على هشام عباس، وتلاقي وسطهم عبد الحليم ونجاة، وكم شريط عليه أسامي مكتوبة بالقلم الجاف، ونقعد نلف الشريط بالقلم عشان نوصل للأغنية اللي عايزينها. وأكيد أنت وأخواتك عندكم شرايط سجلتوا عليها ضحك وهزار وحكايات، كلنا عندنا الشرايط دي، ولغاية دلوقتي لما بنسمعها بندمع من كتر الضحك. ده حتى اللي كان مسافر كان ساعات يبعت لأهله شريط كاسيت يسمعوا صوته ويطمنوا عليه. فاكر لما كنا نكتب الأغاني في ورقة وننزل بيها للراجل اللي بيبيع الشرايط ونقول له يسجل لنا الأغاني دي على شريط فاضي، وكل واحد بقى يفنن في الكوكتيل اللي على مزاجه. ويا سلام لما الكاسيت الدبل طلع، ناحية تشغل الشريط وناحية تسجل، كان إعجاز علمي وقتها. شكل الشرايط دي وهي مترصصة جنب بعض كفيل يغير مودك ويرجعك سنين لورا، ولسه كل أغنية قديمة بنسمعها بتفكرنا بذكرى، بمكان أو ناس بنحبهم. ودي كانت حكاية من حكايات جيل الثمانينات.